ويعين عليه نبي رغرغارو تره وكان في حصن له فوقي ساتوك خيس جرا بأرض الحجاز بيعرب خيست فلما دنوا منه وقال لياتنا مو غرغا أبي الحقيقي غنا قدياتا يا أبا رافي غنا وقد غربت الشمس حالات سنتين وراح الناس أمني عين بسرحهم خوري سانيتهم ببهنين فقال عبد الله النجي لأصحابه صحابة نجا اجلسوا مكانكم بكجر تنتا فإني منطلق عنين ديما ومتلطف سوطان ديما ومتلطف للبواب قاردي سنين سوتك إيكا لعلي أن أدخل خنين سينون فرقا فأقبل أصغر قلي حتى دنا من الباب هلا تمن يا توجا ثم تقنع نها قوقته بثوبه وجوساها قوقته كأنه يقضي حاجة أقنا ما فنجانو أقنا ما قدولا جابه تتي وقد دخل الناس حالا أمن سينين جا فهتف به البواب فاتلا إسات الله بدوبة تربين قاردين يا عبد الله يا عبد الله يو إن كنت تريد يا خفيت تاتي أن تدخل فادخل يومنا سينو فيت سيني فإني أريد أني نيم فدا أن أغلق الباب هلا جفودان فدا سيني فدخلت سيني فكمنت لخد فلما دخل الناس وقوم من سيني أغلق الباب هلا جفه ثم غلق الأغاليك علق جي علق الأغاليك مفتاح النساء على وتد قدوب مسكاية فنسة مسكاية جنين كا وامن الدوني واتفني فتن ما جنين هي لكن مسبارة تاتو مخقراني تلاواني مسكاية جنين كا اسم مال جتنين بر من مقام مسبارة وقلت داوانا كثير ونت داوان ثم الجنين يا فيت مسكاية جيها فانون بري قال جاء فقمت نينك إلى الأقاليد قرم أفتووني فأخذتها نيم فود ففتحت الباب ولا نيم بني وكان أبو رافع نتبون الرأس آجان كجولتنا يسمر عنده إسابير كواري همته وكان في علالي له فوق ساخي سجرا فلما ذهب عنه وقوي سراديم أهل سمره وري سبير واري وقديم سعدت إليه قمساتين القرى فجعلت ننسين كل ما فتحت بابا كل ما انهلا بنوه أغلقت علي فرتين جفا من داخل خيسماني فرت قلت نينجي إن القوم إن القوم يوم أمني نذروا بي نبي خنيس لم يخلصوا ولي نقوا إلي نقوا دنداني إنجي كيسان فتشو في خاي حتى أقتله أما نجيسو فانتهيت إليه قرمو قاتل أبي رافي التنجي فإذا هو في بيت مظلم من دكنا خي صرفا وسط عياله ولقاهز كاسرفا لا أدري أين هو بقى النجرم بين من البيت منرة فقلت أبا رافع قال من هذا ينجبوهني فأهويت نيلان نحو الصوت نين قصد يجو غرا سغلي سنيتين ديمي فأضربه نين دوا ضربة بالسيف حبل نين دوا وأنا دهش أنا أمنا وعا فما أغنيت شيئا واتكلم فين ندوبا وساح نئية
فخرجت من البيت من الرأين قبه فأمكث واتقون تا غير بعيد هدوخن انتهنين تا ثم دخلت إليه دوبا قمسات سينا فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع مال سقلين سنبو أبا رافعو فقال لأمك الويل أبو هاتي هلا قمتو إن رجلا في البيت نمام من خنا قيس ضربني آنفا قبل بالسيف أمان درات هبل الندوي بريجين قال جيم فأضربه نين دوا ضربة لو كان دوا أسخنته أسخنته دي قامو أسخنته تايسا جيبت تايسا لاففتي ولم أقتله تهونغا جيس جيتشو ولم أقتله دوبا نجيفني ثم وضعت نين كاي ضبة السيف قرها بلي نين كاي في بطنه غراسا خيسان كاي حتى أخذ في ظهره حمدو دامبوت فعرفت أني قتلته قتلته جيسي دام بيغي فجعلت نين سيني أفتح الأبواب ولوان بنو تين سيني بابا هلا بنو تين سيني حتى انتهيت إلى درجة له همان جوتي غراسا قاتل ركي چاسا همان جوتي فوضعت رجلي ميلخيان كاي وأنا أرى أنا يادو أني قد انتهيت إلى الأرض غردا چيگي يادي فوقعت في ليلة مقمرة هل كان جي آخيستين دوبا لفداوي فانكسرت ساقي مغوليتنا نجابي فعصبت بعمامتي إمامة مخيانين إفيدي ثم انطلقت نين ديمي حتى جلست على الباب هلاران تاي فقلت لا أخرج أرمان بهن ديمون جي حتى أعلم أقتلته أجيس موندوني همام بيغتين ديمون جي فلما صاح الديك أقلو كوني قام الناعي قام النعين أمني دواهيموني الأبني به على السور على الصور جغل الرتول به فقال أنا أبا رافع أبا رافع سني بيسي سدوئي تاجر أهل الحجاز نقادي قا تجار والرأي قا حجاز كنته إيه خاتشو خيس كيران كافوك مدو بر فانطلقت إلى أصحابي غرا صاحب بوان كياتين ديمي فقلت النجاة بون إيه ولا نباسا انجي فقد قتل الله أبا رافع أبا رافع ربي جيسين عن ديما انجي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه فانتهيت غرا نبي داتينجي فحدثته نينو دي سيفي فقال لي نانجي ابسط رجلك ميميلا خي أسكابي فبسطت دران قبي فمسحها هركر رباسي فكأنها لم أشتكها قط أكنا متكان ركبني انتهي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إيه بابان قبو خانوسخات قمني مال جانجي إيه دوبا جيخا باب غزوة أحد دولا أهدي في بابا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجل قرباتا كوجي للنبي صلى الله عليه وسلم رسولاني جي يوم أحد قيال الله أهدي جيني أرأيت ما أديسي إن قتلت فأين أنا يونا جيفا ميستين قال ايستين بودانا قال في الجنة جنة قلتبو فألقى تمرات تمروان درب في يده في يده حركا خانق أبو ثم قاتل نلولي حتى قتل أما جيفا موت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رب الراها فدو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا نرك يوم أحد قيال الله أهدي نرك ومعه رجلان خنا من لما وججرو نرك يقاتلان عنه قيصر رالولو عليهما ثياب بيض وجو أديد فتنيا كأشد القتال أكر جبال لا خللو ما رأيتهما إسالمان هنقر قبل
أهدين درات ولا بعد. أشبو داهي سنقر وعنه رضي الله عنه قال جاء نسل لي النبي صلى الله عليه وسلم رسول دبايا نافخا كنانته